السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا الاحداث اللي بتحصل حوالينا في فلسطين دي مخليه محدش حابب يعمل اي حاجه. بس ان شاء الله ربنا يقويهم ان شاء الله وينصرهم. مفيش في ايدينا غير الدعاء. ندعي لهم كده ان شاء الله. تعالوا نعمل النهارده اكله سهله ومن غير اي لحوم. طريقتها سهله جدا، مش هتاخد معاك وقت خالص. اول حاجه هنا معايا في البوله كوبايتين لبن، كوبايتين مج يعني كده، ومعايا 3 بيضات. هضربهم هنا كويس. لو بالمج هتشتغل بالمج في كل حاجة، او بالكوباية المعيارية، اي حاجة. وهنزل هنا عليهم بكوبايتين ونص دقيق. تمام كده، ورشة ملح. اديهم رشة ملح، وبعدين بقى ابتدي اقلبهم. وانت واقفة كده هتعملي الاكلة سهلة جدا، مش هتاخد معاك وقت خالص. هنزل هنا بمعلقة كبيرة بيكنج باودر، علشان ما تخليش الحاجة مكتومة معايا. معلقة كبيرة. ونقلبهم كده كويس، علشان ما يبقاش في اي تكتلات. هنا بس حسيت ان هي تقيلة شوية، اديتها ربع كوباية مية. مفيش مشاكل، بس ما كانش عندي لبن. لو في لبن انزلي بربع كوباية لبن. اقلبها كده كويس لحد ما تبقى ناعمة معايا خالص، كأنك بتعملي كيكة. هنزل هنا بنص معلقة صغيرة فلفل اسود. لو حابة تضيفي اي توابل تانية ضيفيها براحتك، انا ضفت هنا فلفل اسود بس علشان البيض. هنا بقى تضيفي اي حاجة انت حباها. انا ضفت هنا بقى طماطم وفلفل، فلفل اخضر وفلفل الوان وفلفل حراق. هنا معايا بصلايه مشوحاها، وكان عندي شريحه بانيه متبله. شوحتها هي كمان في الطاسه ونزلت بيها، كأني ما ضفتهاش خالص يعني، مش لازم تضيفيها. ومعلقتين زيتون كان عندي في الفريزر. تقدري هنا بقى تضيفي اي حاجه انت حباها. مسحت الصينيه مسحه زيت ونزلت بالخليط. هسخن الفرن كويس واخليه على درجه حراره متوسطه وعلى الرف الوسطاني لحد ما تستوي معايا. اعمليها معامله الكيكه، تستوي معاكي زي الكيكه كده، كأنها كيكه حادقه. بس اول ما استوت كده نص سوا، رشيت عليها رش بالظبط معلقتين جبنه موتزاريلا. مفيش جبنه موتزاريلا هي هتاخد لون برضو، علشان فيها بيض. بس انا حبيت بس رشه جبنه موتزاريلا بس، مش اكتر. لو مش متوفر خلاص. هي طعمها من غير اي حاجه بجد جميله وحلوه قوي وسهله. هنخرجها من الفرن، يعني مش هتاخد معاك وقت كتير. هتهدي النار، تكون نار متوسطه لحد ما تخرج معاكي بالمنظر اللي انت شايفاه ده. شايفين مش لازقه في الصينيه؟ شايفين عامله ازاي؟ بجد طعمها حلو جدا وسهل قوي. طبعا تقدري تغيري في الخضار. انا هنا ضفت اللي عندي متوفر عندي. تقدري تضيفي معاها بقى سوسيس، تفرمي معاها سوسيس تقطعيه، او او فراخ لو عندك. لو حابه تضيفي عليها فراخ زي ما انا ضفت كده، كانت عندي شريحه بس. لكن طبعا انا كنت بعملها من غير اي لحوم. هي من غير اي لحوم تمام قوي. تقدري تضيفي لو حابه تضيفي اي خضار، بروكلي، جزر، كوسه، اي حاجه تبشريها وتضيفيها، او قطعتين لانشون تقطعيهم. اي حاجه انت حباها ضيفيها. بجد حلوه قوي وسهله جدا.